بمجرد ما شفنا جنازة والدة الفنانة مي عز الدين اتفاجئنا بعدم وجودها وغيابها عن كل الصور والفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا. حتى صلاة الجنازة اللي كانت في كنيسة الملاك ميخائيل بالشيراتون. طب هي فين مي يا جماعة وليه ما راحتش؟ مي عز الدين بمجرد ما عرفت بخبر رحيل والدتها جات لها حالة هياج وانهيار عصبي وفقدت الوعي تماما، ومحدش كان عارف يهديها، وجالها طبيب باشر حالتها واداها مهدئ علشان حالتها ما تتطورش ويحصل لها مضاعفات. وحل تامر حسني محل مي في الجنازة وحضر، وكان أول واحد، وكمان ركب جنب والدتها في عربية النعش، وكان حريص إنه يعمل كل حاجة كأنه ابنها بالظبط، لدرجة إنه كان بيستقبل الناس في الكنيسة وشال النعش، وكان ظاهر عليه إنه متأثر. ومن وقت ما عرف المتابعين بخبر انهيار مي عز الدين، والكل بيدعي لها ربنا يصبرها، لأنها كانت متعلقة بوالدتها بشكل كبير وما كانتش بتبعد عنها. رحم الله والدة مي عز الدين وأسكنها فسيح جناته.